نايضه كلاشات بين الرمداني مع بن كيران اللي المشكل غادي وكيكبر بيناتهم بسبب ايغان والكراندي طوطو. الحشرات وشيرين عبد الوهاب جات نصبات على المغاربه في 1500 درهم وزادت بحالها. فين ما تجي المغرب دير هاد المشاكل. وغنبداو مع الرمداني اللي هاد الايام شخدها مع بن كيران وشابكه كلاشات بيناتهم غير من تحت الدف. فمن بعد المعركه القصيره اللي وقعت ما بين ايغان والكيان شفنا كاملين كيفاش بن كيران كيعبر على الدعم ديالو لايران ضد الكيان وكيقول باللي حنا معاهم مادام كيعطيو العصا للعدو ديالنا وضدها فاش غتكون ضد الوحده الترابيه ديالنا. الهضره اللي انا شخصيا كنشوفها منطقيه 200% مادام ان السيد كيعبر على انه داعم للقضيه ديال خوتنا. حنا ساندنا. خرج الرمداني في البرامج ديالو كيقول انه حنا ماشي مع ايغان وماشي شغلنا فيهم يدبروا راسهم لان ايغان هي ضد الوحده الترابيه ديالنا وكتدعم البوليزاريو. وشخصيا كنتحدى الاستاذ الرمداني يجيب لي وثيقه واحده ولا تصريح واحد رسمي ديال الاداره الايرانيه كيثبت باللي ايران كتدعم البوليزاريو. حنا مع بلادنا وضد اي واحد غادي يفكر يأذيها، ولكن في نفس الوقت حنا ماشي قاطع واللي قلتوه لينا نقولوا لكم باه. ما علينا. من بعد خارجات المتتاليه ديالهم شفنا الكراندي طوطو دار واحد الشو اللي كبير واللي حضر له جمهور اللي كثير. كانت الحفله ديالو في مهرجان موازين بمثابه انجاز كبير في الكارير وكنظن بلي هي اكثر حفله اللي حضر لها الجمهور في موازين بجانب الحفله ديال بوتشار واللي كانت ب 1400 درهم باش تفرج فقط في طوطو وفي ليل بيبي. المهم بعد النجاح ديال طوطو ناض الرمداني حتى بعض الناس اللي كيشجعوا طوطو وقالوا لبن كيران باللي ها هو السيد اللي سميتيه سلقور يقدر يحضر الالاف ديال الناس يتفرجوا فيه وبالفلوس في الوقت اللي نتايا ما غاديش تقدر تجمع هاد الناس باش يسمعوا ليك. يعني تحولات المعركه ما بين طوطو وما بين بن كيران او بين قوسين انا احترم الكراندي طوطو والنيفو اللي وصل ليه، ولكن راه المساله ماشي مساله طوطو ضد بن كيران. وحتى لو جينا نشوفوها بالعين ديال الحق راه بن كيران ما كانش خاصو يوصف طوطو بالسلقور، ولكن في نفس الوقت طوطو راه كيدير موسيقى شي حاجه اللي خاصه به هو ماشي بالناس، ولكن راه كتبقى غير موسيقى في الاخير لا تغني ولا تسمن من جوع. الحق بن كيران كسياسي بالنسبه ليا كنشوفه منقذ للطبقه الفقيره والمتوسطه اللي ماشي غير تهمشات في عهد اخنوش وانما وصلت لدرجه الذل. ولكن هاد الناس كيستعملوا النجاح ديال حفله طوطو باش يهاجموا بن كيران ويبينوه ضعيف. المهم في عوض ما يكتب الرمداني في المنشور ديالو بن كيران حول هلب الايران باش يستفزوا اكثر. طبعا جاوبوا بن كيران وقال ليه اش كتسواو الحشرات اش كتسواو الحشرات وباللي هو بايران ومن بعد ومن قال باللي غيكون بالايران في الوقت اللي غادي تكون ضد الكيان اللي كيصف فيها الخوتنا وضدها فاش غتكون ضد بلادنا. فعوض ما تقولوا بن كيران كتقولوا بن ايران. انا ابن ايران ملي وقفت في وجهي. هنا كاينه واحد النقطه الرمداني ومن معاه كيبركوا عليها وهي كيتحداو بن كيران في انه الا اصبح رئيس حكومه يحيد التطبيع. هنا باش نكونوا متفقين الحزب الواحد في المغرب اللي يقدر يعبر على الرفض ديالو للتطبيع كان هو العداله والتنميه. ولكن ما نساوش انه فاش كندويو على الامور اللي عندها طابع ديال السياده الخارجيه هذا الشيء راه باين من اختصاصات الملك. يعني ماشي بن كيران ولا اخنوش ولا غيرهم اللي غيحيدوا التطبيع، وحتى النهار اللي سيناو عليه راه سيناو عليه تطبيقا للتعليمات ديال الملك. وهذه القضيه ديال التطبيع كيستعملوها الناس اللي تابعين الاخنوش اولا ما كيحملوش بن كيران باش يبينوه بلي راه متناقض وما قادرش يدير شي حاجه وغير كيهضر. ولكن السيد راه كيقول داكشي اللي في قرارات الصدر ديالو ونتحداك تجيب لي حزب ثاني كيرفض التطبيع وكيعلن عليها مباشره. فاش تانا بين انك تكون كتعبر على خط تحريري ديال المشغل ديالك اللي كيدعم الاخراطيليين وبين تكون الامين العام لواحد من اكبر الاحزاب السياسيه في المغرب وكاع الاعين ديال السلطه متبعاك ومع ذلك كتقول انا والحزب ديالي ضد التطبيع. وانا ماشي ضد الرمداني بالعكس كنتفرج فيه وكنأيدو بزاف ديال الافكار ديالو اعلامي اللي كبير وحنا في بلادنا محتاجين للراي والراي الاخر باش يبقى واقع واحد التوازن. ولكن صراحه في القضيه ديال خوتنا ما كنعرفش نكون محايد. تجيو تردوا على عبد الاله بن كيران شكون نتوما؟ على اي ندوزو الاستاذه شيرين اللي جات المغرب دارت مزاله كبيره في الجمهور قال لي كان جا ماشي بركه خلصها باش يحضر لهاد الحفله وفي الاخر ندم عليها. هذا هو فان كارير ديالها جا غديروا في المغرب. اولا شيرين معروف عليها كتغني لايف يعني بالصوت ديالها وهادشي راه باين في كاع الحفلات اللي كديرهم سواء في السعوديه الامارات او لا مصر واللي كيكون الاداء ديالها زوين بزاف. فالناس اللي حضروا اللي اغلبهم كانوا بنات كانوا كيتسناو منها انها تغني بصوتها هي باش يحسوا بان الفنانه حاضر. ولكن اغلب الاغاني اللي غنات للمغاربه كانوا غير بلاي باك يعني كتطلق الاغنيه ديالها وكتغني ليهم. صراحه كتغني غير بلاي باك مالوغوزمون. الجمهور طبعا سخط بزاف لانه كان كيتسنى تكون حفله اللي ممتعه ولكن صدقوا مخلصين 1500 درهم في الخاوي راه خدات واحد 50 مليون ولا 60 وزادت بحالات. والتصريحات ديال الناس اللي حضروا راه كتبين السخط ديالهم. لا علاقه ما دخلناش ما كتبش. ومن الفوق ما لبساتش ليهم القفطان وما حطاتش الدرابو ديال المغرب فوق من ظهرها. وانا شخصيا ما كاينش اللي كيعصبني في هاد المهرجانات ديال المغرب قد انه كل فنان كيجي يغني كيبغيو يلبسوه بالسيف الدرابو ديال المغرب. كنظن البلد الوحيد اللي في عوض ما يعطي المغني الدرابو ديال بلادو كيعطيه الدرابو ديال المغرب. زعما راه كلشي الدول كيبغيونا. اش هاد المرض واش هاد الدل ولينا كنطيحوا فيه.
فيه. واش خاصنا نفتخروا الى شيرين ولا راغب علامه ولا ما عرفت شنو هزوا الدرابو ديالنا؟ ما عرفتش واش عندنا عقده الاجنبي ولا كنبغي كلشي يكون كيبغينا ولا ما عرفت شنو. والدليل على هضرتي انه اي مصري ولا اي اجنبي بغى يطلع الكونت ديالو كيبدا يشكر في المغاربه ويمجد فيهم ويبينهم باللي هما اهل الكرم واهل الخير. وحنايا كتجينا داك النشوه فاش كنشوفوا باللي البراني كيشكرنا في الوقت اللي هو راه كيستغلنا. بركه من هاد الدل اللي ولينا طايحين فيه. راه حنا ما محتاجينش للبراني يهز الدرابو، وانما محتاجين لولاد البلاد هما اللي يهزوا الرايه سواء هنايا في المغرب ولا خارج المغرب. هذا هو الافتخار الحقيقي اللي خاصنا نفتخروا به، لان ولد البلاد فين ما مشى غادي يكبر ببلاده. اما هذاك البراني كون ما عطيتيش الملايين الصحيحه ما غاديش يجي حتى يطلع عليك. دوزو بخير.